اسهل سناك يتعمل في البيت هو ده، الفشار. بيتعمل بسرعة وطعمه حلو جدا، وكمية قليلة قوي من الذرة بتعمل كمية فشار كبيرة جدا. وسهل تعملوه لو عرفتوا شوية تريكس بسيطة في الفيديو ده هقولكوا عليها، وهقولكوا كمان ازاي تعملوه بالزبدة وبالكراميل ومن غير ما احتاج ادخله الفرن خالص. واول حاجة هتكلم عنها هي الملح. الملح لما بتشتروه بيبقى خشن شوية كده، حبيباته باينة. ده مشكلته انه مش بيلزق على الفشار كويس، ولو استخدمتوه عادة بتلاقوه واقع في الطبق من تحت، خصوصا لو عاملين الفشار من غير زيت. عشان كده الاول طحنت شوية ملح في مطحنة التوابل، وممكن تطحنوه في الخلاط بس هتحتاجوا تحطوا كمية اكبر من كده. بعد ما طحنته بقى ده شكله كده، هيمسك في الفشار كويس، بس خلوا بالكم انه كده بيملح اكتر، فلو عادة بتحطوا معلقتين حطوا من المطحون ده معلقة واحدة بس. للفشار نفسه بقى استخدمت دورة الفشار العادية دي. لو عملتوا فشار قبل كده هتعرفوا ان كمية صغيرة جدا زي دي هتطلع كمية فشار كبيرة قوي. يعني كوباية الذرة الواحدة ممكن تعمل 20 كوباية فشار. انا بالنسبة لي كوباية الذرة تعمل فشار يكفي 4 اشخاص. عشان اسوي الفشار احسن حاجة اسويها فيها هو حلة يكون البيس بتاعها تخين كده، وتكون بتوزع الحرارة كويس. لو مش تخين ومش بيوزع الحرارة كويس هتحتاجوا بس وهو على النار تحركوا الحلة انتوا بايديكوا كده، عشان تضمنوا ان كل الذرة اللي في الحلة من تحت يلمسها الحرارة. وطبعا لازم الحلة تبقى اكبر بكتير جدا من كمية الذرة اللي هتحطوها فيها، على الاقل 20 مرة. شغلت البوتاجاز على نار متوسطة، والزيت اللي استخدمته هو زيت دوار الشمس عشان ملوش طعم قوي يأثر على طعم الفشار. زيت الذرة برضو ينفع طبعا. وعشان تبقوا في السيف سايد حطوا نص كمية الذرة زيت. يعني انا لكوباية الذرة حطيت نص كوباية زيت. بس لو هتستخدموا حلة مش بتلزق ممكن تستخدموا ربع كوباية بس. المهم هو ان اول ما حطيت الفشار على الزيت قلبته فيه واتأكدت ان الزيت غلف حبيبات الذرة كلها بالكامل. بعد كده وزعته كويس وغطيت الحلة وفضلت مراقبها. اول ما سمعت البوبس دي شلت الحلة بايدي وحركتها بدواير كده عشان اوزع السخونية جواها. بعد كده رجعت الحلة على النار تاني وفتحت فراغ بسيط في الغطا. الفراغ ده مهم جدا، ده بدل الاخرام اللي بتشوفوها في مكنة الفشار. الفراغ ده وظيفته انه هيطلع منه بخار المية عشان الفشار يقرمش وما يجلدش. لما صوت البوبس او الفرقعة دي قل خالص بس قبل ما يقف بالكامل طفيت النار، ما استنيتش انه يقف بالكامل عشان شوية ذرة ما فرقعتش احسن من فشار محروق. نقلت بعد كده الفشار ده في بولة كبيرة. شايفين الكمية اللي عملتها كوباية ذرة واحدة؟ حطيت عليه شوية صغيرين من الملح اللي طحنته في الأول وقلبته كويس، ودقت عشان أشوف لو محتاج أزود تاني. زي ما قلتلكوا ما تحطوش من الملح ده كتير من الأول. وكده بقى عندي الفشار العادي جدا، لذيذ ومقرمش ومملح. بس أنا قلت أعمل منه نوعين تانيين، وهما اللي بالزبدة والكراميل. للكراميل حطيت حلة كبيرة على نار متوسطة، وممكن تستخدموا هنا سكر بني لطعم أقوى، بس أنا استخدمت سكر أبيض عادي. حطيت كوباية سكر واحدة في الحلة من غير زيت ومن غير مية ومن غير أي حاجة، ودي هتعمل كمية كراميل تغطي نص كوباية ذرة. سبتها على النار المتوسطة دي وما جيتش جنبها خالص لحد ما السكر شبه كله اتحول لكراميل. هنا قلبته كويس وحطيت عليه 100 جرام زبدة. الزبدة هتخليه ريتش وأحلى بكتير، بس بصراحة ممكن تستخدموا كمية أقل من كده بس ما تكنسلوهاش خالص. لما الزبدة ساحت ودابت في الكراميل حطيت نص معلقة صغيرة فانيليا ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، اللي هي بيسموها البيكربونات أو صوديوم بايكربونات. أول ما حطيت دول طفيت النار وقلبت كويس جدا. بعد كده وهو الكراميل لسه سايح كده ما تستنوش خالص، حطيت نص كمية الفشار اللي كنت عامله اللي هو يساوي نص كوباية ذرة. اتأكدوا بس الأول إن الفشار كان برد مش لسه سخن. وقلبت الفشار في الكراميل كده بإني أجيب الكراميل من تحت وأغطي بيه الفشار من فوق. عشان الفشار أنا كنت حاطط عليه ملح من الأول، فالطعم كده هيبقى سولتد كراميل، كراميل مملح. لو عايزينه كراميل بس ما تحطوش ملح على الفشار من الأول. لما شبه غطيت الفشار كله نقلته على بيكنج شيت. بشوف ناس كتير بتحط الفشار في الفرن عشان يقرمش، بس الموضوع مش محتاج. والكراميل لسه سخن هتلاقوه فعلا بيلزق وبيمط كده ومش مقرمش، رغم انه بيبقى حلو وهو على وضعه كده. بس لو عايزينه يقرمش كل اللي محتاجين تعملوه هو انكم بس تسيبوا الكراميل يبرد على الفشار حوالي نص ساعة كده او حسب الجو، وهو من نفسه هيقرمش. انا بعد ما سبته نص ساعة لقيته مسك نفسه خالص كده، فكسرته انا بقى بايدي. والخطوة دي على فكرة ممتعة جدا. وسامعين القرمشة؟ قرمشة قوية لأنها ميكس بين قرمشة الكراميل اللي نشف وقرمشة الفشار نفسه. بعد ما خلصت النوع ده بقى عملت النوع التاني اللي هو بالزبدة.
بس هو في الحقيقة مش بالزبدة. مشكلة الزبدة ان فيها نسبة مية عالية حوالي 16%، فلو اتحطت على الفشار هتخليه مبلول، مش حلو خالص. عشان كده اماكن الفشار يا اما بتحط طعم الزبدة او بيستخدموا دي السمنة او الكلاريفايد باتر بصراحة، بس دي اقرب حاجة ليها. نسبة المية فيها شبه 0%. استخدمت ربع كوباية، دي تكفي تغطي نص كوباية ذرة. سيحتها الأول في الميكرويف. هتلاحظوا إن لونها مش أصفر، مش زي لون الفشار اللي بالزبدة، عشان كده زودت لها ربع معلقة صغيرة كركم وقلبتها كويس فيها. كده هتدي الفشار اللون الأصفر المميز بتاعه. خدت بقى السمنة السايحة دي وحطيتها على الفشار، بس شوية شوية وأنا بقلب بإيدي كده عشان ما تتركزش كلها في حتة واحدة. والفشار ده أنا أصلا كنت ظابط الملح بتاعه من الأول، فمش هحتاج أزود ملح تاني ولا أي حاجة. وبعد ما غطيت الفشار كله كده بقى جاهز، مقرمش وطعمه قوي من الزبدة اللي هي السمنة بالكركم يعني، ولذيذ قوي. بحب اخلي قدامي ميكس من الاتنين، اللي بالزبدة واللي بالكراميل، عشان اكل شوية من المالح وشوية من المسكر، بس بحاول ما كترش منه لانه بصراحة كارثة. قولولي بقى لو في اختراعات غريبة انتوا جربتوا الفشار بيها. وطبعا لو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.